يا مدور عيوب الناس وماشي وراها، شوف عيوبك واجري وراها، وخد لك على حالك لفة قبل ما تدور على عيوب الناس وتحكي عليهم. قال الجمل لو شاف حردبته كان وقع وانكسرت رقبته. فيلي بيته كله فضايح ما بحق له يعلم الناس الأدب، يلي بيته من أجل لا يشعل النار ببيوت الناس. من راقب الناس ما تهمن، ومن عاب ابتلى. سبحان الله، في ناس بتحلل لإلها وبتحرم لغيرها. فلان اتطلقت مو عيب، فلان اتجوزت 3 و2 مو عيب، شو هي كل يوم تتجوز؟ وفلانة لابسة قميص قصير، وفلانة ناتفة حواجبها، وفلانة جابت ذهب، وفلانة ما بتجيب أولاد لازم جوزها يتجوز عليها، وفلانة جابت 5 أولاد حاجتها بكفيها. وهي بتكون مطلقة وأختها متجوزة 3 وبنتها مطلقة 2 وعندها كيلو ذهب ومخلفة 10 ولابسة على الموضة وعاملة 7 وزمتها وما بتطلع على حالها، وبتفكر الناس اللي حواليها دريانين وبيعرفوكي على حقيقتك، بس هن ما بيحكوا مثل ما انت بتحكي وما بيفضحوا سيرتك مثل ما انت بتفضحي. يعني انتوا بحق لكم وما بحق لغيركم؟ انتوا بشر وهن مو بشر؟ ليش يا بعدي حلال عليكم وحرام لغيركم؟ انتوا مين اصلا لحتى تحكموا على الناس وتقرروا عنهم انه عيب او مو عيب او بصير او ما بصير؟ يمكن تكونوا انتوا أسوأ الناس، والناس يلي عم تنتقدوهم وتعيبوا عليهم هن احسن منكم. النقص يلي عندكم ما في داعي تيجوا تعطونا دروس فيه أو تطبقوه على غيركم. قبل ما تدور عيوب الناس خد لك لفة على حالك يا كامل الأوصاف.